سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. أصدقائنا الأوفياء، أصدقاء قصة مواطن، كنرحب بكم مجددا وكنتمنوا باش تقضيوا معنا وقت ممتع وشيق وفيه فائدة ومنفعة لكم ولنا جميعا. الفلوس هما لازم منهم باش تمشي الدنيا، وراهم يديروا لمولاهم شي طريق عامرة بالخبال والمشاكل وحتى المرض الخيب والصعيب والموت في بعض الخطرات، وكاين اللي كيوصلوه لطريق الأمان والسلامة. والكثير منا كيدير بالمثل الشعبي واللي كيقول اللي ما عنده فلوس كلامه مسوس، أو اللي كيقول الفلوس كيديروا طريق في البحر. ثم كاين اللي كيفتخر بفلوسه ويقول لك أنا قادر نشريك بفلوسي أو نقتلك ونشري ديتك. على كل حال أنا سيدي راجل ما فايتش 60 عام، ولكن صحتي قليلة وما بقى فيا ما نخدم ونضرب تمارة ونهز شي تقل أو نسمع شي هضرة ونهيض ديال شي باترون، أو الفيق بكري وزحام الخدمة وشي تبرقيق وتوصل الهضرة العوجة، وباش يبقاو في بلايصهم أو يطلعوا على ظهور شي بعضين اللي كيديروهم بحال دروج ديال السلوم أو بحال السيورة ديال الصباط. الغلط اللي درت في عمري ما قلبتش على شي خدمة مضمونة بالوراق والتقاعد، والحسنة اللي درت وهي جريت وجريت وبعت شي بهيمات عندي في العروبية وشي قطاعي ديال الأرض باش نوجد لولدي باش يمشي للخارج ويلقى خدمة ويصبر العذاب الغربة والبعد على أرضه وبلاده وفاميلته، كما كيقولوا اللهم قطران بلادي ولا عسل بلادات الناس. وهذه أنا كنسميها حسنة. علاش؟ حيت عتقت ولدي من البطالة، وحيت ما مكتابش ليه باش يقرا مزيان. والحاجة اللي خصكم تعرفوا عليا هو أن أنا إنسان داير الدنيا وما فيها ورايا، ماشي قدامي، وفلوسها في يديا وبعيد على قلبي، وضعيف بزاف وبزاف حساب الفلوس، واللي عندي بحال حساب النجوم في السماء. في الحقيقة بغينا منين ندوزو لهذا السيد في قضية الفلوس، ولكن لقيناه قال كل شيء وما خلى لنا غير نقولوا من جهتنا باللي أحسن ما خلق واكتشف الإنسان هي 5 ديال الحاجات، واللي هي العافية والحروف ثم الرويضة ثم الحديد والفلوس، وكلهم نافعين دابا. ومنهم بطبيعة الحال الفلوس اللي هما الحركة ديال الحياة وما نقدروش نتعاملوا من غيرهم، ولكن حب الفلوس ماشي هو خزينهم والاحتكار ديالهم، حيت هكذا كينهان عليها مولانا ملي كيقول والذين يكنزون الذهب والفضة يوم تكوى بها جباههم وجنوبهم. صدق الله العظيم. على كل حال يكمل هذا السيد وحنا كنسمعوا ليه الحكاية ديالو. يوا سيدي ملي الانسان كيبدا يكبر في السن وعايش غير وحده وما كاينش اللي قابلو ويديها فيه بحال مراتي الله يوسع عليها ضيقة القبور ويرضي عليها في الدنيا والاخره، شاورت ولدي اللي في الخارج في القضيه وقال لي في التليفون شوف بابا، لا بد لك من شي زوجه اللي دات وجابت في الحياه وتصبر لها وتصبر لك، ومن جهتي انا الوالد ما نزيدك غير الخير، واللي عليا ندير مراتك بحال امي الله يرحمها. ثم وراني واحد المراه كتعرفها مراتو اللي معاه، وشحال شكر ليا فيها باللي هي ما خصها غير اللي يسترها، وبقى يشكر فيها حتى بدا يبانوا ليا كل شي الجبال ذهب وفضه وتفاح الجنه، وزعمني عليها بحال الا زعمني على شي جنان ديال العنب فوق الصيف، وعطاني شي دواء هناني من مرض اسمه الوحده. وسيدي ما تنسى ما تعاود، انت تلحت بحوايجي في واد ديال المجاري، تزوجت بالمراه اللي شكر ليا ولدي ومراته وفرش ليا الطريق بالحرير. وهنا يمكن ليا نقول لكم باللي بنادم ما تعرفوا حتى تعاشروا، حيت العشره مرايه ما كتسترش العيوب او بحال شي صابون صعيب باش يصنعوا بنادم في معمل الحياه، وما كيخلي حتى شي طبيعه ديال المعاملات. وهاد المراه سيدي
لاحت على عينيا شي غبره بيضاء ما تخلي ظلام، وعمتني مزيان على كل شيء بنادم وما يجي منه. وبدات كتدخل راسي بكلامها بحال شوفها راجلي، شفتي الدنيا راها بحال شي سوق كبير وكل شيء فيه كيتباع ويتشرى. شفتي كون كان عندك الفلوس كون راك تقدر تشري حتى بنادم. ومره كتقول لي واش ماشي في راسك باللي بنادم كيتباع ويتشرى بفلوس؟ احيانا الا ما عندك فلوس يضحكوا عليك الخرفان اللي هما بنادم. واحد المره دزنا من حدا البحر، وقفات وقالت لي تقدر فلان تمشي على رجلك في هذا البحر؟ وانا على نيتي جاوبتها لا. قالت لي ايوا الفلوس يديروا لك طريق في البحر بلا ما تفزب. وهي في الحقيقه كانت كتفرش لي لشي حاجه باغا توصل ليها على ظهري، ولكن بشويه بشويه عليها، ودايره بالمثل اللي كيقول اللي زربوا ماتوا واللي بغى يزرب كيتعذب. ايوا خليكم ما تقاطعونيش بشي تعليق حتى نكمل ونزيد في كلامي باللي وليت كنشوف باللي هذه هي المراه والا فلا، وقاده تذبح وتسلخ جوير السمان في الباطوار ديال الدنيا. ولكن نزيد ونقول راها غير خازنه ومدرقه عليها الشوك القنفود او الدربان، وهو حيوان بشوكو يمكن يضربوك به واخا تكون بعيد منه. وتعريت من حوايج الدنيا ولبستهم ليها حيت هي قاده تخيطهم الى رشاو وتصبنهم الى توسخوا وتنشرهم الى تبلوا بالماء. ودابا الى عندكم شي تعليق قولوه، خلوني نتسارح شويه. ما نخافوش على هذا المواطن مول النيه، حيت كيقول واحد المثل الشعبي دير النيه ورقد مع الحيه، يعني الافعال مسمومه، حيت مول النيه اللي في بلاصتها يربح. وكل شيء في العبادات المفروضه والنوافل التطوعيه والمعاملات في كاع المجالات كتسبقهم النيه، ومول النيه الخايبه يلقاها. اللي بان لينا في هذا المواطن باللي نيته مزيانه، حيت الانسان كيحكم على الظاهر كما كيقولوا، لنا الظاهر ولله الباطن. ونخليه يكمل ويقول اسيدي رسلت لولدي باش يولي صيفط ليها اللي كتب الله من الفلوس في سميتها، وخرجت انا السوق من كل شيء. وثقوا بيا باللي الجيفه حاشاكم لا بد ما تعطي ريحتها، واللي فيه شي خبث راه يبان واخا يعيا ما يضرقوه باش يحش بيه اللي ما عنده ركابي. هي قضيه هاد السيده اللي بانوا نيابها واللي تغرسوا في حيطه ديال السما والمرطوب وما يتهرسوش، ثم فرشات ليا كلامها بداك الشيء اللي طرا لها مع عمها، واللي تسلط لها على ورثها من والدها في العروبيه، حيت كانت صغيره وتكفل هو بها حتى كبرت. طلبات حقها، لكن ناض عمها زور عليها وقال لها باللي والديها باعوا ليه كل شيء قبل ما يموتوا، وما عرفت كيفاش دار حتى جاب شي شهود ديال الزور، وفي الاخر بقات راسها الله كريم. ولكن جاب لها الله واحد الراجل ولد الناس سترها، وحتى هو مات تحت الرويده ديال التران ملي بغا يقطع السكه، وهو هاز شي تقل وما انتبهش للتران. ولكن خلى لها شي فلوس باقيه خازناهم فين الله اعلم. ولكن بلا ما نحقق ولا ندقق في القضيه بقات فيا وزدت كنحن عليها بزاف. وبهاد الحكايه ديالها اللي بحال شي فراش، بحال الا دارت لي السم في العسل. الفلوس اللي كيرسل ولدي من الخارج كتاخذهم وانا تيق فيها وما كنشوف منهم والو. وملي كيسولني ولدي او مراتو كنقول ليه الله يخلف عليك وليدي انت ومراتك، اما انا ما كطيبني غير بالخبز وتاي. فين كدير الفلوس الله اعلم. ومره كتعاود لي حكايتها مع عمها في العروبيه وكتنهد وكتقول بقى فيا غير ورثي اللي دا عمي ظلما وعدوانا، وكون غير كان قليل الله يسامح ليه. واحد النهار خبرها ولدي باللي قريب يجيب مره وحده بالبلادو، وبدا كيصيفط ليها هو ومراتو الفلوس كثار باش يشري شي ارض في العروبيه ويدير شي مشاريع في المدينه. وكانت عندي واحد الدار
كتباتها لي مراتي الاولى الله يرحمها، بقات عليا حتى بعتها. فين دارت الفلوس الله اعلم. ثم شي ذهب قديم خلاتو مراتي ويسوى شلا فلوس، بقات عليا حتى بعتو. فين كدير الفلوس الله اعلم. المهم انا عايش بسلام. بدات كتمشي مره للعروبيه وبلا ما تشاورني، ومن بعد ما كثرت من المشي وبلا ما تشاورني، وملي كنسولها كتجاوبني باللي كتمشي عند واحد المراه كبرات ومريضه. وانا كنقول لها انا يا بنت الناس ما يمكنش لي نوقف لك في طريق الحسنات اللي غاديين يكونوا معاك غدا يوم القيامه، وحتى انا معاك على صبري ونيتي. اسيدي واحد النهار مشيت لواحد المدينه باش ندفنوا واحد السيد كان صاحبي، وملي رجعت للدار ما لقيتهاش. فين مشات الله اعلم. جيت نقلب لقيتها دات معاها كل شي حوايجها وكل ما كتملك. داز سيمانه جوج المراه ما بانتش. فين مشات الله اعلم. فين غادي نقلب عليها وهي ما عمرها خبرتني حتى فين جا المكان ديال عروبيتها. في واحد الصباح وقبل ما نخبر ولدي كنسمع شي دقان، وكان واحد السيد قدم لي راسو باللي هو المقدم ديال دوار مراتي. هاد السيد خبرني باللي العنوان ديالي لقاه في الورقه ديال الزواج اللي مراتي داتو معاها، وقال باللي عمها اللي كان واكل ليها ورثها بغى يبيع كل شيء اللي عنده ويجي للمدينه ويدير شلا مشاريع. ناضت هاد المراه شرات من عنده كل شيء بفلوس كتار، وقلنا في الدوار باللي انت اللي صيفطتيها لهاد الغرض وعطيتيها الفلوس في واحد الباليزه كبيره وكتبتي لها كل شيء بسميتها. ولكن هاد المراه جات تجبد الماء من واحد البير وهي تزلق وطاحت فيه، وجيت باش نعلمك باللي انت الوارث الوحيد ديالها. وفعلا خديت كل شيء اللي شرات بفلوس ولدي، وشي فلوس منين جابتهم الله اعلم. ثم جا ولدي اللي هو كان كيصيفط لها الفلوس كثار ومعول عليهم. نضت انا يا سيدي وكتبت ليه كل شيء اللي ورثته من هذيك المراه اللي دات معها الفلوس المخزونين عليا، ومنهم فلوس ولدي ومراته باش تدخل بهم في القبر ديالها. وها انا وولدي ومراته عايشين بخير وعلى خير، وبارك عليا ما نحكي. وحتى حنا بارك علينا من التعليق على هذه القصه، ونخليو الحكم لكم مع تحيات مقصودي محمد في كتابه التعليق، ومع تحايا انور حكيم، وتحيه من الزميل التقني والمخرج الاذاعي عبد الحليم. نلتقي معكم ان شاء الله غدا.